السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعم السلام في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 والله. يعني أنا اللي بعيدنا عنكم الشديد القوي والله يا جماعة. والله العظيم تعبانة من ساعة ما جيت من مصر واسمعوا حتى صوتي، يعني صوتي يدل على كده. انا ما كنتش بعرف اتكلم، صوتي كله رايح رايح، يعني مش قادرة، وما كنتش اقدر اعمل فيديوهات وانا تعبانة بالمنظر ده. المهم النهاردة يعني حاسة ان يعني طبعا في حاجة استفزتني جدا جدا جدا، فمش قادرة بصراحة ان انا ما اعملش فيديو. طبعا انا عارفة ان الكل كان مستني فيديو الاستاذ رضا، بس انا بصراحة ربنا لما لقيت البلوى بتاعت بوردو سكتت وما عادتش بتتكلم عنه، فقلت خلي الراجل في حاله وخلاها تنساه وخلاها تبعد عنه، لان هو نفسه قال والله العظيم والله العظيم يا جماعة، قال انا عايزة اعيش في امان، عايزة ابعد عن قيل والقال، عايزة اعيش في هدوء، عايز احط دماغي على المخدة استريح، ما افكرش. وطبعا انتوا شايفين ان الست دي ماسكاه جلد ليل ونهار، عامله المحتوى بتاعها هو والدكتوره عبير. فطبعا انا قلت ايه، انا مش بتاعه مشاهدات ولا بتاعه دولارات ولا بتاع، الحمد لله انا راضيه باللي ربنا بيرزقني بيه وبشغلي وراضيه والحمد لله، بدليل ان انا ولا بعمل فيديوهات ولا بعمل ولا مركزه في القناه زي ما انتم شايفين. فقلت خلي الراجل يسعد بحياته مادام هي بعدت عنه وابتدت تروح في نصيبة وتدور على محتوى تاني وكده يعني. فقلت خلوا الراجل بقى ايه، خلاها تنسى، بلاش داعي الموضوع نفتحه. هتقوم قلبة عليه وما هتصدق. انتوا عارفين ان هي عاملة زي اللبدة، هتلبد فيه وهتقول قال وعدوا وراحوا له وعملوا له. فقلت ابعد عنه، حتى لو ايه، لو الناس طلبت مني ان انا اقول على الفيديو ان احنا رحنا عملنا ايه او الكلام ده، والله العظيم ده يا جماعه. المهم فوجئت النهارده لقيتها عامله لايف، المدام لايف زي وشها بدون فلتر، زي وشها بدون فلتر. انتوا فاهمين يعني معنى الكلام؟ لايف لإساءة للمصريين، ان هي بتغلط في المصريين. انت بتتكلمي يا مدام على شعب مليون 110 مليون، فبتتجمعي شعب كامل بكام واحد بيحاربوك على القنوات، او مثلا بينتقدوكي، او قلبت الشعب المصري كله شعب متسول، شعب جعان، شعب شحات، شعب بيبيع اعضائه، شعب معرفش ايه. 110 مليون تسيئي ليهم بالمنظر ده؟ ده انت يا شيخة زي اللي ربنا بعتك لينا، انت واحدة مدسوسة على المصريين عشان تسيئي ليهم وتشوهيهم حقيقي. انا هقولك ال 19 بنت اللي ماتوا وبتقولي ان الشعب المصري رخيص، وان الشعب المصري ملوش ما عندوش ملوش لازمه، والشعب المصري رخيص، والشعب المصري والشعب المصري. حبيبتي انا لسه جايه من مصر يا مدام ولا يا خرا. انا بصراحه ربنا قرفانه من اللايف اللي انت عملتيه. انت انسانه ناقصه، انت انسانه مدسوسه علينا علشان باسم المصريين، انما لما تسيء للمصريين حتى لو انت قاعده في الخارج، لو انت قاعده في الخارج، انت مالك ومال المصريين؟ عايشه معاهم، عايشه معاناه المصريين مثلا لو هم عندهم معاناه، عايشه الحاله الاقتصاديه اللي فيها الحاله اللي فيهم المصريين. المصريين ما بيبيعوش الكلاوي بتاعتهم ولا الكبده ولا ولا الحاجات اللي انت بتقوليها يا حلوه. المصريين لو واحد، وعلى فكره انا اعرف البني ادم اللي مصاب بسرطان لما بيقول له ان ابراهيم شيكا باع كليته ولا باع الكبد، الكلام ده كله كذب. وانا باكد لك ده شخص، ده بني ادم مصاب بسرطان، والدكتور بتاعه النهارده طلع واكد ان هو عمل له كذا منظار، مش منظار واحد، وقال ان الشخص دون الله يرحمه ما باعش. حتى بتسيء البني ادم وهو ميت،
وبتسيئوا البني ادم وهو ميت. لا، هو البني ادم عنده سرطان مستقيم وشكله بيدل على كده. بيبان جدا اللي عنده سرطان، وبيبقى بيبقى باين قوي شكله عامل ازاي. وانا اعرف ماشي الراجل الدكتور طلع قال ان هو عنده سرطان في المستقيم، وعمل له المنظار اكتر من كام مره، مش مره واحده. ولدرجه ان حتى العمليه اللي هو كان عايزين يستأصلوا له الورم، الحاله اللي هو فيها ما كانش ما يقدروش حتى يعملوا عمليه. فشيكا ما باعش حاجه، بطلوا افتراء على الناس، بطلوا قله ادب. ما تجيش تصطادف الميه العكره. اللي انا جايه من مصر لسه الاسبوع اللي فات بتقولي الطريق الاقليمي وسايبين الناس تموت. لا يا حبيبتي، الطريق الاقليمي اتقفل والطريق الاقليمي بيتصلح. المصريين مش رخاص، المصريين مش رخاص، المصريين اغلى منك. ما تخلينيش اغلط فيكي يعني اهلك ما لهمش ذنب بصراحه، لان الولد الزفت بيجيب لاهله اللعنه. انت انسانه ما انتيش مصريه ولا تمت المصريين بصله. الطريق الاقليمي مقفول من بعد الحوادث اللي حصلت عليه، والطريق لدرجه ان انا نفسي الطياره كانت هتعديني بسبب ان الطريق الاقليمي ده كان عامل يعني في عامل مجال للناس تمشي، ان يبقى في افراجه في الطريق، ان الطريق واسع والناس بتعدي وفي راحه للمسافر الرايح واللي جاي. الوقت اللي الطريق لما اتقفل، انا يا جماعه اخويا اللي كان موصلني بالعربيه، اخويا قسما بالله يا جماعه انا الطياره بتاعتي كانت هتعديني بسبب الطريق الاقليمي اللي اتقفل للاصلاح. اللي المدام بتقول ان المصري رخيص، وان ان ساب ال 19 بنت ماتوا خلاص واتدفنوا وما لهمش قيمه. لا، الطريق بيتصلح يا مدام لو انت بتعرفي، لانك انت مش عايشه في مصر. الحاجه الثانيه ان انت بتتكلمي وبتتشدقي باوروبا والعالم الثاني العربي وده. احنا على راسنا اي دوله، على راسنا الدول العربيه والاوروبيه، وعلى راسنا الناس جميعا. بس ما تجيش تسيل بلادنا علشان قبل ما تطلعي من المغرب جاي يستخدلك 200 متابع ولا 300 متابع ولا بتاع. فانت بتقولي الناس شايليني، الناس حاطيننا على راسهم، الناس بيقدموا لي انا وبنتي مش عارفه علشان لما بيعرفوا ان احنا مصريين. ما هم دول المصريين يا غبيه، هم دول المصريين يا غبيه اللي الناس كلها كل الناس بتحبهم في كل مكان. لو انت طلعتي وقلتي الكلام اللي انت بتقوليه بتقولي قبل ما اطلع من المغرب لازم اشوه المصريين. المغاربه بيحبوا المصريين، لا انا لازم اشوههم، مش انا مصريه انا منهم، فانا لازم اشوههم وامسح بكرامتهم الارض قبل ما اطلع من المغرب علشان المغرب يكرهوهم، اهل المغرب يكرهوهم. ده هدفك ان انت تشوهي مصر في كل مكان، ده هدفك افساد العالم العربي، تشويه مصر، تشويه الدول العربيه. والله العظيم، لان كل اللي داخلين عندك في قناتك ما هم الا عرب. ماشي، فانت بتفسدي البنات وبتفسدي الشباب وبتفسدي الستات وبتقولوا لهم حاجات مغلوطه. انا ما كنتش عايزه اتكلم في موضوع رضا، بس انا هتكلم في موضوع رضا. عارفه ليه؟ علشان ابين حقيقتك ان الراجل ده مظلوم معاكي، ان الراجل ده كان مظلوم معاكي. بتتكلمي وتقولي المصريين لو واحد مات جارهم، يا اللي بتتكلمي وتقولي شحاتين ومش شحاتين، لو واحد مصري مات غلبان وجنبه ما بيترميش في الشارع ولا بتحرق جثته يا حلوه، ما بتحرقش جثته زي ما انت عايشه في الدول اللي انت عايشه فيها. لا، ما بتحرقش جثته، بيتاخد وجيرانه يدفعوا له حق الكفن ويكفنوه ويكرموه ويدفنوه، حتى لو ملوش اهل، حتى لو ما عندوش تربه بتحط في التراب بتاعت اي جار ليه. هنا البني ادم بيموت ويعفن جوه بيته، محدش بيعلم بيه حاجه. يا اللي انت بتقولوا المصريين، مصر انت بتتكلمي عن مصر، انت بني ادمه ولا ليكي اصل ولا ليكي معنى، ولا انت يبقى عندك انتماء. اذا كان ما عندكيش الانتمائك اللي هي بلادك الام، ما عندكيش انتماء ليها، هل هيبقى عندك انتماء للدوله اللي انت عايشه فيها ولا لاهل المغرب ولا لاي دوله؟ هل انت فاكره ان اهل المغرب هيسقفوا لك ويقولوا لك برافو؟ اهل المغرب هيقولوا لك تفخس
عليكي لما انت تسيقي بلدك، حتى لو بلدك دي افقر بلاد العالم، لو بلادك دي فيها ايه؟ الالمان هنا بيسيبوا بلادهم بيروحوا يقعدوا في مصر يا مدام. الالمان بيسيبوا بلادهم ويروحوا يقعدوا في مصر يا ماما، ماشي؟ فانت ما تجيشي تشوهي بلادنا ابدا. انا عايشه زيك بره، عايشه في المانيا، لكن عندي بلد غاليه قوي وعند اهل بلد غاليين قوي. لما تتكلمي حددي انت بتتكلمي على مين، حددي انت بتتكلمي على كام شخص، 10 ولا 20 ولا 100؟ تقومي تسيقي ل 110 مليون؟ لا، مش هنسمح لك، مش هنسمح لك بقله ادبك دي. ها؟ ولا انت لقيتي ان السجاده اتسحبت من رجليكي، من تحت رجليكي، ما عادش في حد بيتكلم على مغتربه، ما فيش حد عاد بيتكلم، ما عادش حد بيجيب سيرتك؟ ها؟ كله بيتكلم دلوقتي على الشبح، على ليلى الشبح، واللي بيتكلم على ام ساجده، واللي بيتكلم على ام ملك، واللي بيتكلم على شويه الشله الزباله اللي زي حضرتك. ها؟ فانت قلت اخ انا بقى ايه كده ضاعت، ما عادش حد بيجيب سيرتي، فادور بقى واجيب ايه؟ اعمل فيديو اخليه يضرب، فاشتم في بلادي بقى، اشتم في بلدي واسيء لبلدي واشوه بلدي. انت بتقولي ان الدول ده اوروبا هنا فيها ناس بيشحتوا، والله العظيم لا صورهم لك، واقسم بالله لا صورهم لك. اللي انت بتقولي ان مصر فيها شحاتين، الشحاتين في كل العالم حتى هنا. تعالى هوريهم لك يا حبيبتي، لو انت مش مصدقه والله العظيم اصورهم لك. شحاتين، شحاتين هنا في البلد اللي انا عايشه فيها. مين اللي قالك ان مفيش شحاتين؟ في المغرب ما فيهاش شحاتين؟ اي دوله في العالم ما فيهاش شحاتين؟ لا، كل العالم فيه شحاتين، وكل العالم فيه ناس على قدها، وكل العالم فيه ناس. بس بقى احنا كمصريين لما احنا عندنا حاجه اسمها تكافل، بنقف مع بعض، اللي معاه بيدي اللي ما معهوش يا مدام. في مصر يا حبيبه قلبي لما انت بتتكلمي على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا على ده ولا على دولا اصلا لو جينا نحسبهم ما هماش حاجه بالنسبه لاعداد الشعب المصري. فما تجمعيش وتقولي ده الشعب المصري شعب وسخ اسفخس زي ما انت بتقولي، اسفخس عليكي. انت انسانه قليله الادب، انت انسانه ما عندكيش انتماء لاي حته بتروحيها. اي حد يقول عليكي انت بني ادمه كويسه، لا انت ما انتش كويسه. عارفه ليه؟ لان لو اللي بيفقد انتمائه لبلده يبقى خلاص فقد كل شيء، وانت واحده فقدتي كل شيء. انت عايشه في فرنسا عشان الاكل والشرب، عشان انت عايشه مستريحه مش اكتر. انما حته ان انت فاكره نفسك ان انت عندك انتماء لفرنسا، انت ما عندكيش انتماء لاي دوله ولا لاي حته بتروحها ولا لبلدك الام. يبقى هيبقى عندك انتماء من لمصر من ايه لاي دوله تانية؟ ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده السبب ان احنا ما عرفناش نسجل حاجة، لان ام ابراهيم جت من السفر من مصر تعبانة، وانا بالنسبة لي ماليش في الحركات بتاعت المونتاج والحاجات دي. لكن دلوقتي بتكلم معاكم على موضوع مهم جدا، اللايف الكراسي اللي المدام عاملاه. اولا المصريين مش شحاتين يا مدام. انا قلت اللي جوايا يا جماعه وانا كنت رايحه الشغل واتكلمت وقلت اللي جوايا. دلوقتي حسن محروق من جواه بسبب الكلام اللي قالته المدام في اللايف، فهو برضو عايز يعبر بقى عن رايه ويقول اللي هو عاوز يقوله. بصراحه اولا المصريين مش شحاتين يا مدام. مفيش عشان واحد بيشحت احكم على شعب كله انه شحات، يبقى انا انسان متخلف. يعني واحد بيزني احكم على الشعب كله انه بيزني؟ واحد بيسرق احكم على الشعب كله انه حراميه؟ او ايه التخلف اللي هي فيه ده؟ بتقول لك المصريين متخلفين علشان المصريين مش متخلفين، كل ده علشان نزلت بالبيجامه. هي تنزل بالبيجامه، تنزل بقميص النوم، دي مش مصريه. هي مش عارفه ان البيجامه دي لها مكان بتتلبس يا ابله دي فرنسيه. هي الفرنسيه بتلبس كده يا حسن، بتلبس بالبيجامه وتمشي بقى في الشارع؟ لا، بتلبس البيجامه وتمشي في فندق او في مكان اللي هي عايشه فيه وتنزل فيه وتقعد تجيب اكل
او لابسه عليه الحجاب، وتيجي تقول هما بيهاجمونا علشان انا لابسه الحجاب، عشان اظهر لابسه البيجامه. البيجامه دي لها مكان يا ماما. انت بنت مستشار ازاي؟ المستشار ده وامك مثلا ما علموكيش ان البيجامه دي لها مكان، وفي قميص للنوم، وفي هدوم للصلاه، وفي هدوم للخروج، وفي هدوم للمناسبات. المصريين، ها، اتكلمي عن المصريين. مش جابك المصريين اللي انت مش بتتكلمي مصريه. عنهم اللبس بتاعك ده ما يرضوش يلبسوه، يرموه في الشارع. انا كنت في مصر قريب واتفرجت، الناس ما شاء الله لابسه احدث ما وصل اليه الموضه. مش اللي هنا اوروبا الموضه، لا، عندنا احنا الموضه، ال100 مليون الموضه، واللبس النظيف محترم. محترم. وتيجي بعد كده تتكلم مش همشي ببيجامه نوم في فندق وجايه بتقولي لي انا حره. ما في ناس ماشيين بالشورت. شورت ايه؟ الظابط بيقول لي يا وليه انت، مفيش حضرتك. الظابط عندنا يعتبر ظابط لكل 100,000. يعني لو هيكلم كل واحد كلمتين ما عندوش وقت يشتغل. المفروض انا بقول له سيادتك وحضرتك كذا كذا كذا، وبقدم الاوراق اللي هو بيطلبها والحاجه اللي هو بيطلبها بمنتهى الادب. لكن ان تشوهي صوره الشرطه المصريه، ما هي مش هو صورة الشعب. شعب حرامي، شعب كذاب، شعب نصاب، شعب بيسرق شحات، بيشحت. شعب علشان هي شافت اللي هم بيهاجموها فهي بتقول عليهم شحاتين. بقى الشعب كل مصري، كل الشعب يعني بتقول له فخس عليك. يعني بيهاجمها 100 في وسط 100 مليون، تسيء لل100 مليون عشان احنا اكتر 100. من 100 مليون يا جماعه. احنا اكتر من 100 مليون مصري. الهانم جمعت الكام واحد اللي بيهاجموها في قلب الايه، ال100 مليون. بقى الشعب كله. يعني انا نزلت مثلا ليبيا، قعدت في ليبيا، جرى لابني حادثه في ليبيا، عاشرت ناس مش حلوين موسخين. طب دي الناس اللي انا عاشرتها. لكن باقي الشعب الليبي شعب ممتاز، ما احكمش على الشعب كله. ما احكمش على شعب بواحد، ده يبقى ظلم. افاجئ بتشتم في مصر، مصر وسخه، معامله الناس وحشه. معامله مين اللي وحشه؟ بتقول لك الضابط الضابط بيقول لها، بتقول له يعني انا ست يعني عاملني كويس. قال لها وانت ست؟ ب6 اشهر. ما هو الضابط ما كدبش. هو انت مصدقه الفلتر؟ مصدقاه. الفلتر حاجه والحقيقه حاجه تانية. والله العظيم الراجل ليه نظره. طب ما انا هقول لك حاجه. هل احنا مثلا، طب ما احنا كنا في مصر قريب مثلا، الناس بيحاولوا يراضوا. يعني انا كنت في الجوازات والباسبور بتاعي رحت عملته، والباسبور بتاع محمد ليه اوراق طالبينها مني، ومن حسن طالبين اوراق تانية. فلما انا اتضايقت طبعا، فقالوا لي اتفضلي ادخلي لرئيس الجوازات. كانت غلطه حصلت في ايه؟ في باسبور محمد ابني. هل قاعد يراضيني؟ طب اعمل لك ايه؟ طب يعني هنعمل لك الباسبور واستلميه بكره. طب كذا، طب اعملي كذا، طب روحي القاهره. حط لي 100 حل. لان انا بتكلم باسلوب محترم، ما بتكلمش بعنطزه. انت عايشه في دور مش دورك اصلا ولا شكلك. هو انت مش عارفه، حاسه نفسها ايه؟ بقى انا اسمي يجيب كل ده. بقى انا اسمي ياكل الناس. بقى انا اسمي. انت مين يا ماما؟ الدلاله على اسمها، الفيديو عملوا عليها نقد يجيب 1000 1000 ونص. اتكلمت عن رضا جاب ال10,000. يبقى مين اللي اسمه بيجيب؟ ده كلام فارغ. هي عايشه في دور مش دورها خالص. هي عندها نقص. هي عندها نقص. اقسم بالله مريضه عندها نقص.
حاسه بالنقص في كل حاجه. وتخلف. بتقول لك انتوا هتفضلوا متخلفين، علشان واحده بتقول لها انت لابسه بالبيجامه، لا انتوا نازلين انت نازله بالبيجامه، فازاي الناس يقولوا لها كده؟ فبتقول انتوا عشان كده انتوا متخلفين، علشان كده انتوا هتفضلوا متخلفين والورا. يا سلام يا سلام، علشان قالوا لك ان البيجامه ده مكان النوم، مكان اوضه النوم. ما هو ده الحقيقه يا حلوه. لو انت ما عرفتيش كده يبقى انت اللي متخلفه، وانت اللي ما بتفهميش، وانت اللي ربك ما عرفوش يفهموكي ان دي لها مكان، وكل حاجه لها مكان، وكل حاجه لها وقتها. لما بخرج مثلا وبروح مثلا حفله، الحفله لها لبس. اما بخرج رايحه الجامعه لها لبس. اما بروح البحر للبس. انما انت كله بزراميط، ده مع ده مع ده مش مشكله عندك. واحده تنزل بالبيجامه يا جماعه الفندق وتروح تجيب الفطار، انا افتكرتها وحياه ربنا، انا بقول هي لابسه البيجامه ورايحه فين؟ هتلاقيها في الفندق وبتجيب فطار وراحت قاعده على ترابيزه وبنتها معاها. طب هل بنتها ما فهمتهاش؟ بنتها ممكن ما تفهمش. ازاي بنتها ما تفهمش؟ ازاي عشان في اوروبا مش عارفين البيجامه ان لها مكان يتقعد فيه او يتنام بيها، او يتقعد فيها في البيت. دي النقطة التانية برضو بتعاير الناس، ان الناس بتبص لها وبتحسدها على اللي عندها وما اعرف ايه. انا والله ما كملت اللايف، ما كنتش فاضية. انا كملت، ما كملتوش والله. الناس بتحسدك على ايه يا مدام؟ يحسدوها على ايه؟ على سرقة العواجيز. كلمة دلوقتي انا اول مرة اطلعها من بقي، لفظ سرقة علني. لا سيب لها فيديو لوحده، سيبوا فيديو لوحده والله. لان بالاثبات لو هتشتغل 24 ساعة في 24 ساعة في اوروبا مش هتمتلك اوضة وصالة. ما احنا محروقين هنا اهو. محروقين. ما امتلكناش ليه؟ عشان انت شاطر واحنا خايبين؟ لا يا حبيبة قلبي، لا يا حبيبة قلبي، عشان ما لقيناش حد ننصب عليه. لا هي فاكره بقى ان هي عملت دون وعماله تقنع نفسها وتقنع الناس. عملته بالنصب. اي حد يقتنع بالكلام الفارغ ده يبقى مجنون، هو يصدقه يبقى قاعد في مستشفى المجانين. مصر دي كلمه غاليه، لما الواحد بيقولها قلبه بيدق. انا هنا بقالي 10 سنين ولا 11 سنه في المانيا، اقسم بالله العظيم 3 بكون في فرحة عالية جدا أول ما رجلي توصل مطار القاهرة، ببقى فرحان، عايز أسابق الطيار اللي بيطير بالطيارة. والله العظيم بقى واقف أقول له لسه الطيارة لسه بتهبط. الطيار قال يا جماعة اصبروا لسه نص ساعة، وده واقف بيشيل الشنط من فوق من المكان اللي حاطط فيه الشنط فوقنا، واقف. قال له حسن اقعد، واقف طاير من الفرحه. مش واحده تقل ادبها على بلدها. في نفس الوقت بلدي فيها الكرم كله. يعني في يوم نزلت اركب المعديه، قعدت في المعديه، اتاري المعديه مش شغاله، قعدت اكتر من ساعه. واحد جنبي جاب فطار بيعزم علي، انا ما كنتش فطرت، فتني واخد ما تبص للكاميرا شويه. الراجل جاب شاي، اداني شاي، وكل ده المعديه مش شغال. صلاة النبي احسن. او ده كرم المصريين. المصري ما يعرفش ياكل حاجه لوحده، حتى لو معاه شندوتش واحد هيقسمه هو واللي جنبه. قولي لي هنا بقى، لو انت قاعده في مكان كده وحد بياكل سندوتش بيقول لك اتفضلي، ما بتحصلش. الناس هنا يا حبيبتي بيناموا هنا في حاجه اسمها شلافزك. عارفه الشلافزك ده يعني ايه؟ عباره عن شوال كده، زي الشوال كده بيحطوا نفسهم يناموا فيه في الشوارع. اصور لك الناس دي، اصور لك في فرنسا اللي بتنام، الناس اللي بتنام تحت الكباري، اصور لك الناس اللي بتشحت هنا يا حبيبه قلبي، اصورهم لك لو عايزه اصور لك. اصل مش مصر هي اللي شحاتين، والشحاتين بيجروا وراكي، والكلام اللي انت بتقوليه، الشحاتين في كل مكان، في كل مكان في العالم.
روح امريكا كده هتلاقي ناس بتنام في عربياتها. ابحثوا يا جماعه، ابحثوا على الانترنت. بصوا كده في امريكا في ناس قسما بالله بتاكل بواقي المحلات، بتنام في العربيه بتاعتها، مش لاقيه مكان ولا بيت تنام فيه. المدام اللي قاعده بتشوف في بلدنا، احنا مفيش واحد بينام في الشارع، مفيش واحد بينام كده ملوش بيت. حتى لو ملوش بيت الحكومه بتبقى مسؤوله عنه برضه، ما بتسيبش حد قاعد في الشوارع بيناموا. ماشي، الجيران ما بيسيبوهوش، الجيران ما بتسيبش البني ادم اللي ملوش حد. البني ادم، الست اللي جوزها ميت، الست اللي جوزها مريض، الست الراجل اللي عنده اعاقه، لو جيرانه عارفين عنه كده ما بيسيبوهوش، وبيبقى عايش عيشه احسن ما هو سليم. ده مره. فانت ما تتكلميش وتقولي مصر شحاتين، او مصر مصر بيتسوي لهم، او مصر اتكلمي عن نفسك بس، او اتكلمي عن اللي بيهاجموكي، انما ما تتكلميش عن شعب 100 و 110 مليون. مره وانا قاعد على القهوه، انا زور وجعني، ربنا يوجع زورك يا شيخه والله. مره وانا قاعد على القهوه السكر نزل، اغمى عليا. ايوه، خدوني شالوني ودوني لحد البيت عندكم. ايوه. طب الناس ده انا بيني وبينها ايه؟ مفيش بيني وبينها غير كل خير وكل طيب. المصريين طيبين بطبعهم، حنينين. لا، هي ازاي شايفه المغرب بيحبوا المصريين، لكن الترند وبيستقبلها مقابله هي وبنتها كويسه، فعايزه تشوه المصريين قبل ما تمشي. لكن الترند اللي هو موجود ده بتاع الاعضاء ومش الاعضاء والكلام ده موضوع كبير. لا مين ام ساجده دي، ولا مين ام مكه، ولا ابراهيم شيكا، ولا غيره دول يا جماعه الموضوع اكبر من كده بكتير، ومش هنضحك على بعض. دول ناس ايه اللي كبرهم وايه اللي خلاهم اختارهم في سنه ونص، الا اذا كان الموضوع كبير واكبر منهم واكبر ما تتخيلوا. فاحنا مش هنضحك على بعض وتقعدوا تقولوا ام ساجده وام مش عارفه ايه. الموضوع كبير، والموضوع وراه ناس تانيه، مش وراه مش وراه ام مكه ولا ساجده ولا اسماء ولا وفاء عامر ولا اي حد. لا ده موضوع ما حدش يعمله الا قادر. احنا هنهزر دول محطوطين كبش فدا يا جماعه، عباره عن سماسره بيجيبوا زباين بس. ايوه، انما تقولوا لي ام ساجده ولا ام مش عارف ايه ولا ايه. زائد ابراهيم شيكا اصلا مريض بالسرطان، يعني ما هو ولا باع كبد ولا باع كلى ولا باع الكلام ده مصاب. محدش يقدر يعمل له حاجه زي كده. واحد مصاب بسرطان ازاي يبيع كلى؟ معناه السرطان منتشر في الجسم كله، ازاي ياخد كبد مصاب واحد مصاب بسرطان؟ يبقى كده والمرض منتشر اصلا في جسمه كله. جسمه. هنهزر احنا؟ اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل. فما تقعديش تشوهي في بلدنا، وتشوهي في الحكومه، وتشوهي في الشرطه، وتشوهي في الدنيا، وتقعدي. والنظافه ما فيش فيها نظافه. ايه اللي ما فيش فيها نظافه؟ انت نزلت مراكش العاصمه، نزلت الرباط برضو من اهم المواني في المغرب. الحتت دي لازم تكون نظيفه لان دايما سياحيه. احنا عندنا لما تنزلي الغردقه، انزلي شرم يا روح امك، شوفي منظر شرم ايه. انزلي الغردقه، انزلي دهب، انزلي العلمين، انزلي راس محمد، انزلي راس سدر، انزلي يا ماما مصر عندنا. انما انتي لما بتروحي فين؟ هل المغرب ما فيهاش ارياف؟ هل المغرب ما فيهاش ناس عايشه في الجبل؟ فيها. هل الناس ما عندهمش بدو؟ ده هي جبليه. فيها. كل منطقه، كل دوله فيها الضواحي، فيها البدو، فيها الاماكن الشعبيه، فيها الاماكن الراقيه، كل حته فيها كده. فانت رايحه مراكش، رايحه الرباط، رايحه الحتت اللي هي يعتبر عاصمه، او المدن الكبيره. فمن الطبيعي ان هي تكون كده.
لكن في حتت تانية مختلفة. فانت ما انتش جايه وتتكلمي وتقولي طب ما هو طبيعي، ما انت رايحه عند الناس سياحه، فلازم ان هم يقابلوكوا بكل ادب وترحاب واحترام، لو ده مش رايحة الطبيعي. تدفعي ولا رايحة تقبضي منهم. ده انت انسانه غبيه ما بتفهميش اصلا ان انت تغلطي في دولتك. هل المغاربه يفرحوا بيكي؟ هتنزلي من نظرهم، هيقولك البني ادمه اللي ملهاش اصل ملهاش اخر يا ماما. انت بني ادمه ما عندكيش اصل ولا عندك انتماء لبلدك، هتبقى عندك انتماء للمغرب ولا الجزائر ولا فرنسا ولا اي دوله؟ لا، يا انسي. ستي يا ستي، دي لو كانت مصرية كانت اشترت في مصر، كانت تفكر تقعد عيالها في مصر، مش تفضل في الغربة بره. هي بالنسبه لها غربه؟ لا، ده بالنسبة لها دي بلدها. بالنسبه لها دي بلدها حبيبي. بلدها في فرنسا. فبصراحه ربنا، انا كنت مش هتكلم على موضوع رضا، ولا كنت هتكلم على الفيديو بتاع رضا. والله العظيم انا قلت لكم في اول الفيديو ده يا جماعه، انا عامله مقطع بتكلم فيه انا من الاول الفيديو من الاول يعني. في اوله قلت لكم ان انا ما كنتش راضيه اتكلم، وقلت بعدت عن رضا وخلاص ومش هنتكلم، عشان الراجل يعيش في هدوء بقى، يعيش ياخد باله من امه، ياخد باله من ولاده. فالمدام طبعا بالمنظر ده حتى جاب سيره رضا اللي متجوزني كمان مصري، ها، وحرام وسرقني، واللي بيهاجموني مصريين، واللي مش عارف عملوا فيا ايه مصريين. احنا شفنا الراجل ولا في سرقة ولا في حاجة. اصبري بقى، احنا نعمل فيديو ونتكلم عن رضا. الفيديو الجاي بقى انتظري كلامي عن رضا. نصور كمان. خلاص عندك حاجة تقولها تاني؟ عندي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذه المخلوقة. ده مش عايزة تتعدل يا أخي. عمرها ما تتعدل. مش عايزة تتعدل ومش عايزة تفوق ومش عايزة تحترم لا نفسها. لا لا، تحترم نفسها. هي لقت الموضوع داخل فيه ان هي اتنست، فقالت لك اعمل بقى فرقعة، اعمل فيديو علشان اشتم فيه واغلط فيه عشان الكل يتكلم عني تاني. صح؟ بس مش بالمنظر ده، بس ان انت تسيب دولتك. بيتكلموا عنك بالشتيمة. عمر ده الكلب ما يتعدل. أول مرة في حياتي أوجه لفظ صريح إن دي تعتبر ما ينفعش شتيمة، ما ينفعش. صارخة. خلاص خلاص. عندها إساءة أدب مع الناس، بتبص للناس بمنظار عالي، إن هي اللي فوق والناس تحتها زي الذر. ما الناس عارفينها من ساسها لراسها، فوق على ايه؟ ها؟ عندها ايه زياده عن الناس؟ عايشه احسن من الناس؟ قسما بالله اللي في مصر بتقول عليهم شحاتين عايشين وبيهتموا بنفسهم عنك، وبيلبسوا عنك، وبياكلوا عنك، كل حاجه. حد منهم يرضى يلبس الشويله اللي دي بتلبسها؟ ده هو الشويله اللي بتلبسها دي يتحط فيها رز، يتحط فيها زكايب. ها؟ هي نفسها والله ما ينفعش. هي نفسها شوال. هي الزكيبه. والله. يلا يا عم، يلا قبل بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اني احبكم في الله. يلا باي.